في واحد دخل اليوتيوب وهو طفل ومحدش كان مهتم بيه، بس من سنين قليلة حصلت حاجة محدش كان متوقعها. الواد ده اتحول لظاهرة، وبيتقال انه لقى طريقة يخلي اي فيديو يعمله يجيب ملايين المشاهدات. بس في سر محدش يعرفه، والسر ده ممكن يغير كل حاجة. تابع للنهاية واشترك في القناة، لانك اول مرة هتشوف الجانب اللي محدش بيحكيه عن مستر بيست. جيمي كان معروف باسم مستر بيست، اللي زيه زي اي طفل بيحب الالعاب. الفضول شغال عنده 24 ساعة، ودماغه على طول بتدور على اي حاجة جديدة يجربها. وهو عنده 12 سنة قرر ان هو يفتح قناة على يوتيوب باسم مستر بيست 6000. Hey you, subscribe. But wait, if you subscribe in the next 10 seconds. وقتها اليوتيوب ما كانش زحمة زي دلوقتي، بس برضه كان صعب ان اي حد بيعمل قناة على يوتيوب يجيب مشاهدات. وبدأ الواد ينزل على قناته فيديوهات بسيطة جدا، مرات يعد ارقام، ومرات يعمل شروحات العاب، ومرات تانية بيعمل فيديوهات شبه عشوائية. بس كان في حاجة واضحة جدا، الولد كان عنده طاقة مش طبيعية وعنده فضول ما يتوصفش. بس اللي يوجع ان فيديوهاته ما كانش حد بيشوفها، بالعافية كان بيجيب 200 مشاهدة. بس جيمي ما كانش فارق معاه، كل اسبوع فيديو، كل تجربة فاشلة كان بيحاول يتعلم منها. ما كانش بيحاول ينجح، بس كان بيحاول يفهم. جيمي قعد سنين يجرب ويغلط ويتعلم، وكان بيعمل حاجة ناس كتير مش بتعملها، يركز في العنوان ويركز في الصورة المصغرة ويشوف الناس بتتفاعل معاه ايه. لدرجة ان وقت من الاوقات كان بيصور الفيديو داخل غرفته في ركن صغير، عشان مفيش ميزانية ومفيش امكانيات. بس جيمي كان بيعمل اللي يقدر عليه، ومفيش اي يوم كان بيعدي عليه من غير ما يشتغل على حلمه. وفي 2017 جت اللحظة اللي قلبت حياته، قرر يعمل فيديو ويعد من 1 ل100,000. ايوه زي ما بقولك كده، كان بيقعد قدام الكاميرا ويعد من 1 ل100,000. 3424, 34,425, 34,426, 34,000. والفيديو ده خد منه وقت في التصوير 24 ساعة متواصلة، والمونتاج على فيديوهاته كان شبه معدوم. بس الفكرة كانت مجنونة كفاية انها تجيب مشاهدات، والناس شافت الواد دوت بيعمل حاجة مجنونة ومش طبيعية، فبدأوا يتكلموا عليه. بدأت القناة تكبر، وبدأ مستر بيست يعرف ان الجنون المدروس هو المفتاح للشهرة. ومن هنا بدأت رحلة التحديات اللي خلت مستر بيست ظاهر على يوتيوب، وبدأ يعمل حاجات غير تقليدية ويصرف فلوس كتيرة جدا على الفيديوهات، زي مثلا يعمل تحدي لمجموعة ويشوف مين آخر واحد هيشيل ايده من على العربية، وآخر واحد هيشيل ايده من على العربية هيفوز بيها. Now in the top 20, only 19 people stand between you and a Lamborghini. وفيديوهات تانية فيها تحديات كتير، والفيديوهات بدأت تتخطى الملايين بسرعة الصاروخ. كل فيديو كان بينزل لمستر بيست كان بيبقى حدث عالمي، والناس بقوا بيتابعوه وبيستنوا فيديوهاته زي ما بيستنوا المسلسلات المفضلة ليهم. ومستر بيست بقى بيحط في كل فيديو ملايين الدولارات، بس بيرجع له أكتر منها بمراحل. بس مستر بيست ما كانش مجرد صانع محتوى بيرمي فلوسه قدام الكاميرا، الراجل ده استخدم شهرته وبدأ يعمل بيها مشاريع خيرية ضخمة، وزع وجبات على الناس المحتاجة. فيلانثروبي منذ 2.5 عام كان هدفنا هو تقديم 400,000 وجبة في السنة. الآن سنعد ما يزيد عن 2,000,000 وجبة شهريا، وهذه مجرد بداية. وساهم في مبادرة لتنظيف البيئة والمحيطات. Whichever you prefer. While I was talking with some of the locals, they mentioned that there's a beach down the street that was also very dirty. ساعد ناس كانت بتعاني من أمراض وعالجهم مجانا، وعمل حملة ساعد فيها أكتر من 1000 شخص عشان يستعيدوا بصرهم. ها هو يراه الآن. كل ده خلى الناس تشوفه مش بس يوتيوبر ناجح، لكن كمان بطل في نظر كتير من اللي بيتابعوه. مستر بيست كمان قرر يدخل في عالم البيزنس، وفتح مجموعة مطاعم وسماها مستر بيست برجر، وعمل مصنع شوكولاتة تحت اسم فيستيبل. الأفكار كانت ممتازة والإقبال كان جنوني، بس للأسف لما الناس جربت الأكل بدأت تظهر شكاوي. الأكل كان تعبان، والجودة كانت ضعيفة، والنظافة ما كانتش على مستوى. With literally tens of thousands of orders in the first few hours, there was a little bit of quality assurance issues, which is typical with any new restaurant. مستر بيست ما سكتش ورفع قضايا على الشركات المنفذة للمطاعم، وقال بصريح العبارة لو مش هتحطوا اسمي على حاجة محترمة يبقى نشوفكم في المحكمة. Literally as many deliveries as possible are perfect. وهنا ظهر الجانب الجاد من شخصيته، ومستر بيست ما طلعش مجرد مؤثر بيرمي فلوسه، ده راجل بيحافظ على سمعته ومجهوده. والنهارده مستر بيست
أكتر من 400 مليون مشترك على قنواته، وبقى أي فيديو يعمله ممكن يكلفه ميزانية فيلم كامل. وبيعمل ده لأن هو بيحب المحتوى وبيقولها دايما: أنا مش غني، كل فلوس الإعلانات برجع أصرفها على الفيديوهات اللي بعدها. والناس شايفة مستر بيست كل يوم بيكسب قلوب جديدة حوالين العالم. قصة مستر بيست مش مجرد واحد عمل شهرة، دي قصة واحد صدق في نفسه، صبر وتعلم وساعد ورفض يتنازل عن حلمه. النجاح مش بيجي في يوم وليلة، بس بيجي لما تبقى حقيقي وتشتغل بضمير. فلو عندك حلم ابدأ دلوقتي، حتى لو مفيش حد بيشجعك ولا بيتفرج عليه، حتى لو مفيش إمكانيات، حتى لو محدش مصدقك. انت الوحيد اللي محتاج تصدق نفسك. بس لو الفيديو ده حمسك اكتب لي في الكومنت: لو معاك $1,000,000 أول حاجة هتعملها ايه؟